اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في كل وقت وحين، وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. حد هنا يسمعنا ويصلي على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ده بفضل الله كله. طبعا احنا هنتكلم النهارده عن حاجات لها اهميه كبيره او اهميه قصوى. هنتكلم النهارده عن الست اللي لما بتتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ضافر عيل زي ما بيقولوا، وبنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يطعمهم وربنا يرزقهم يا رب. لكن فين لما تحافظ على العيل او الطفل او الجنين او الكلام ده كله في مرحله الحمل؟ لازم اول حاجه الست لازم تتجنب السكر تماما، واي حاجه فيها سكر تماما. الاتصال بطيء، انا عارف ان النت بطيء جدا. طب اسمحوا لي بس دقيقه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب النت يكون كويس ان شاء الله. النت كده كويس يا جماعه؟ بعد ما توحدوا الله النت كده كويس؟ بتقالي وصل كده كويس. طيب احنا مثلا بعد ما نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، طبعا احنا عايزين ولادنا، لا مش كده، انا الحاجه اللي انا هقولها لكم ان شاء الله حلقات مستفيضه ان شاء الله. نقدر على حاجه اسمها التوحد، نقدر على حاجه اسمها عدم النطق او التلعثم في الكلام او عدم الكلام عند الاطفال، نقدر ندعي على الالتهاب الصحي، نقدر ندعي على الفيروس الوبائي اللي هو فيروس بي، او حمى البحر الابيض المتوسط، او المغص المستمر. طبعا بفضل المولى عز وجل. انتوا كده مش سامعيني يا جماعه؟ كده سامعيني؟ طيب آه، حاجة هنقولها لله. إن شاء الله مفيش علاجات. هنخلي الطفل بتاعك يبقى نازل أذكى واحد في العالم، مش في مصر أو في محيط مدرسته، لا، هيبقى أذكى طفل في العالم. أول حاجة بند واحد، أول الست ما بتخش من بعد ليلة الدخلة تمنع السكر والحلويات خالص، هي والزوج، لأن الزوج كمان السكر والحلويات بيعملوا ضعف جنسي، وبيعملوا تشوه في الحياة المنوية، بيعملوا اجهاد مستمر على الفاضي. ده بالنسبه للزوج. اما بالنسبه للست، ده بيعمل حاجه اسمها نزيف، عدم تثبيت حمل. وتروح تثبت حمل وتاخد العلاجات تدمر الجهاز الهضمي، بعد كده بتدمر الاوعيه الدمويه والشعرات الدمويه الدقيقه، بتعمل دهون ثلاثيه وكوليسترول. اي اكل بتاكله السكر بيحوله دهون، اي اكل بتاكله بيعمل دهون كبد، وهكذا. فطبعا احنا اول حاجه الست لازم تمنع السكر تماما، عشان حتى لو حصل حمل الحمل يثبت. السكر بيؤدي لانسداد الانابيب، السكر بيؤدي الى تشوهات الجنين، السكر بيؤدي الى بطانه رحم مهاجره، اكل السكر والحلويات عامه بيؤدي الى سماكه جدار الرحم، بيؤدي لبلاوي سودة كتيرة. بعد كده احنا عايزين نخلي الطفل ده ذكي جدا، او نعمل عامة نمنع النزيف، او نمنع سقوط الحمل. حاجات كتير هنقولها باذن الله تعالى في الحلقات الجايه. بس عايز انوه على حاجه، ان انا مش موجود في البلد، والناس اللي بتقول لك احنا بنتصل ما حدش بيرد علينا فعشان كده جينا، لا، انت مالكش عذر برضه، ما تضحكش على نفسك. ما دام ما حدش رد عليك ما تجيش، ما حدش رد عليك ما تجيش. الناس اللي بتقول ان احنا رحنا للناس بيقولوا ان هم اتعلموا عندك وان هم اتصوروا معاك، وارد ان اي حد يتصور معايا، مش معناه اتعلم عندي وانا علمته. هو مجرد ما اتصور معايا يبقى هو اتصور يبقى انا علمته؟ لا. الناس بتيجي جايه تعبانه من عند الناس دي كلها، اللي من الشرقيه واللي من متغمر واللي من اسكندريه واللي من هنا، يقول لك ده انا رحت لفلان وقول ان هو متعلم عندك وان انت اجزت له. انا مش مؤسسه علشان اجيز له ان هو يشتغل بسبب الكلام ده كله. الناس اللي هي بتتكلم كذا مرة عن عايزة علاج ضمور العضلات وضمور المخ وضمور الأعصاب، الحاجات دي احنا بنديها للتوحد كمان. وربنا سبحانه وتعالى هب لنا علم من لدنه، علما لا يتخيله منطق ولا عقل، حتى أنا ذات نفسي مش مصدقه. لما بجيب نتائج مبهرة بالطريقة ديت بيبقى ربنا هو الشافي، بيبقى هو ربنا سبحانه وتعالى الشافي. الغدة الدرقية أنا عملت حالات كتير جدا 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 على مدار كام سنة مش عارف أعدهم. جالي 4 حالات بس إعادات، لكن بعد كده شوف كم من الناس من جميع الدول جولي
عشان خاطر الغده الدرقيه، والحمد لله يروح يحللوا بعدها باسبوع مش غده درقيه. ده برضو دي حاجه ما تصدقش. انا ذات نفسي المنطق اللي ربنا حاططني فيه انا، يعني النعمه اللي ربنا مديها لي لا يتخلى منطق. هنخش تاني على حاجه تانية في عجاله سريعه. في بعض الناس رجعوا راجل كان، طبعا الحمد لله بفضل المولى عز وجل بعمل سرطان المثانه في نص دقيقه، وسرطان البروستاتا في نص دقيقه، او تضخم البروستاتا في نص دقيقه. الكلام ده كله بفضل المولى عز وجل. مع العلاج بيجي بعد شهر يكشف ويقول له ما عندكش حاجه. في ساعتها الميه بتنزل سلسه جدا، مفيش حرقان، مفيش تقطير، مفيش حجز، الكلام ده كله. ده بتوفيق ربنا. فربنا مش عنا امانه يعني، الحمد لله. انا بقول الحمد لله، لكن ربنا اختارني ان انا واداني العلم ده من عنده، من لدن علم، لانها حاجه ما تصدقش. يعني انا لدرجه ان بشكك ان في خريطه السلجوق اللي هي موجوده في شرق اسيا كله، ان هم بيقولوا الكبد هنا، هو مش هنا. بيقولوا المعده هنا، هي مش هنا خالص. البروستاتا لا يقابلها في الجزء المقابل ان هي انت تعمل بواسير، زي ما ناس راحت تعمل بواسير، او الزيوت اللي بحطها حبه تقلدها ما عرفتش. زي واحد جالي برضو عايز دكتور عايز يعرف انا بعمل البروستاتا ازاي. طب الزيت اللي انت بتحطه وطلع مبلغ كبير جدا، وليه ان انا رفضت؟ قال لي ده احنا هنعمل وهنسوي وهنسجنك وهنحبسك يلا. فبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى اي ست داخله بعد يوم الدخله ممنوع سكر وحلويات نهائي، لا انت ولا جوزك. حتى جوزك مش يعني انا هقول لك الناس اللي هي موجوده على البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط، بالنسبه للازواج المتجوزين، او رحت انت مكان زي دوت، او عايز تتفسح، او تاخد زوجتك اللي انت متزوجها والكلام ده كله، في حاجه اسمها ريتسا. عارف الريتسا؟ الريتسا ديت امر من، يعني انت يعني هي في المقابل لحبات الفياجرا هي اقوى بكتير جدا وطبيعيه، ملهاش اي اعراض نهائيه، لا ضربات قلب سريعه ولا صداع ولا دق، وكانك مش واخد حاجه، بس بتحس بطاقه لا يتخيلها منطق ولا عقل، ولا تقول لي فياجرا ولا غيره. الريتسا، عارفين الريتسا المكوره ده؟ لو لقيتها اوزنها بحقها ذهب، وبتتاخد على معده فاضيه. هو في ناس بتاكل وتروح واخداها مالهاش اي مفعول. خد على معده فاضيه، انت نزلت البحر ولقيتها قشرها، هي كلها شوك، واعملها هتلاقي نفسك بني ادم تاني. يعني انت هتلاقي عن نفسك مش هرقليز، يعني لا انت هتلاقي عنتر بشداد. ده لله سبحانه وتعالى، بنقولها لله. الحاجه الثانيه في هي جواها بطروخ اصفر كده، كله بس كده، كل حبه حته قد كده كده اهو بس. شوف ده اهي، هي دهيت اصغر من حبه الفياجرا اللي انت تاخدها، اقسم بالله حاجه وهم حاجه تانية. طيب احنا عايزين ابننا ينزل ذكي، ان ما عندوش التهاب سحائي، ما عندوش حمى البحر المتوسط، ما عندوش توحد. مش عايزين نجري بيه في كل حته، عايزين. طب ما انت لازم بقى، ليا شرط واحد بس، ان هو يرضع رضاعه طبيعيه. الست اللي بدات حمل عشان ما يجيش الحمل يسقط والكلام ده كله، بنجيب حاجه في عجاله سريعه، بنجيب حاجه اسمها زيت جنين قمح، بتاخد نص معلقه صغيره يوميا. ده كمان ليه؟ ده يمنع الدوخه، يمنع الانيميا، يمنع حاجات كتير. وهم مش عارف تركب الخاصيه دي، ركبها لك وتبقى زي الفل. او ما لقيتيش زيت جنين قمح، خد معلقه مليانه صغيره جنين قمح. هو عامل زي الورق الاصفر صغير كده، مدور كده، عامل زي العدس صغير كده بس اصفر، خفيف جدا. ده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. بيعمل ايه البتاع ده؟ بيمنع تفجر الاوعيه الدمويه، يمنع النزيف، يمنع سقوط الرحم، يمنع سقوط الجنين، يمنع الانيميا، يمنع الدوخه، بيشغل كل اجهزه الجسم. انا معلش مش عايز ابص على الحاجات اللي احنا على الناس اللي بتسال والكلام ده كله، عشان عايز اقول المعلومات اللي عندي بعد اذنكم. حاجات تانية، يخلي الست مفاصلها زي الحديد، الاوعيه زي الحديد، القلب زي الحديد، الاعضاء زي الحديد، العضلات زي الحديد، كل حاجه زي الحديد. بتبقى انت يعني ما فيش اي مركب في العالم، فيتامينات في العالم، اي مركب لا يخلو من جنين قمح، لا يخلو من جنين قمح. عندنا شركات عظيمه، يعني انا بباهي بها العالم كله، ما حدش زيها في العالم. لها مزارع خاصه بها، بتزرع حاجات عضويه بدون اي رش او مبيدات او الكلام ده كله. الكلام ده احنا عرفناه بنفسنا وتاكدنا منه، ان الناس ديت ناس محترمه وبتعمل زيوت محترمه، بس هي شركه مميزه. مش عايز اقول عشان خاطر ايه، شركه مميزه جدا. بيجي في المرحله الثانيه من العلاج دهوت، بتبص تلاقي درجه الذكاء هو نازل عند الطفل حاجه غريبه. اللي هتقول لي بقى اليابان عشان بتاكل سمك، ولا امريكا عشان بتاكل دلافين، ولا بتاكل التونه لا لا لا،
ده امر من اي حاجه. لان اصلا لو انت دورت على اي فيتامينات حتى في اي جسم سمكه، جسم حيوان، لا ربنا سبحانه وتعالى حاطط فيه جنين قمح، مواد شبه لجنين القمح. اللي عندنا اسمها الحنطه او الغله او القمح او الكلام ده كله. تبارك الرحمن. كمان الطفل اللي احنا بعد كده اللي هو بيجي له الصفرة وهو عنده اسبوع، اللي بيجي له حول، هنكلمكم على الصفرة، لكن الجين القمح كمان عند الست يمنع الحول ويمنع العمى. لو الست اللي هي بترضع ان اوعى تديهوله من الفم، لا خد انت ورضعيه، خد انت ورضعه. اقسم بجلال الله 20 سنه ما يبقى علماء في العالم الا في مصر. 20 سنه من اول دلوقتي ما يوجد علماء في كل شيء في الدنيا الا في مصر. مصر ام الدنيا. فطبعا انت من اول ما طفلك اتولد عد لي 6 شهور تلاقي نباهه وذكاء لا يتخيله منطق ولا عقل. هتقول مش ممكن، ايه اللي حصل؟ طبعا انا مش عايز ارد على الاسئله عشان بس الناس ما تاخدناش في اتجاهات تانيه. عايزين نتكلم على راجل كان جالي، هو جاب ابوه عشان يعمل سرطان المثانه، في حد عندنا في البلد رجعه، والراجل ده قعد 6 شهور يتواصل بيا عشان والده، وطبعا ما اعرفش ارد. شاف فيديوهات كتير، واحد في السعوديه بدله الحلقات بتاعتي سرطان المثانه والكلام ده كله، اتبهدل اخر بهدله. الناس من عندي من بلدي مشوه، بلاش كلام فارغ، ده دجل، ده شعوذه، ده الكلام ده كله. طب احنا بننزل الحالات اللي هي اتعالجت عندنا بالعنوان برقم التليفون، مطلوب مننا ايه تاني؟ انت تصدق عينيك ولا ودنك؟ عينيك اللي بتشوف، ودنك بتسمع. اللي تشوفه عيني تصدقه ودني. فما تسيبش دماغك، انت جاي دماغك يعني اللي اصلا الناس اللي بيتكلموا، واحد بتاع قهوه، واحد بتاع طوب، واحد سواق، واحد بتاع شكمانات، واحد بتاع، ده اللي بيقولوا بيرجعوا الناس مش فاهمين حاجه. فهو من كتر عدم استيعابه او ايمانه بالله، يعني لما بلاقي حاجه صعبه جدا لا يمكن تتعمل واقوم قاعد قايل كلمه واحده: وما ذلك على الله بعزيز. بالله عليكم ذاكروا الكلمه دي، وما ذلك على الله بعزيز. ان ربنا خلق تفاصيل في جسمك والله العظيم انا مش متخيلها، انا مش مصدق. حاجه جسمك كله على ايدك، على كف ايدك، بس ربنا علمها لي بطريقه معينه. في حاجه تيجي من الجنب، حاجه تيجي من الشمال، حاجه تيجي من فوق، حاجه تيجي من تحت، وهكذا. الناس اللي بتقعد تشتم وتقول لك احنا رحنا له وما حصل. طب انا مطلوب مني اصور الناس كلها ولا ايه؟ انا مش هشتغل. وكل الناس اللي جايه عايزه تصور، كل الناس عايزه تصور، كل الناس جايه عايزه تقول لك ده انا في ناس، انا معايا 1000 فيديو، كل واحد اتصل بيقول لي ما نزلتش الفيديو بتاعي ليه؟ ما نزلتش الفيديو بتاعي ليه؟ تيجي ناس تقول لك احنا رحنا له وما حصلش، واقسم بالله والله على ما اقول شهيد، الله ياخدك يا بعيد. فانا في واحد حتى لسه مكلمني من 100 اسبوع بيقول لي انا ادعيت ربنا على جبل عرفات، انزل لكم المكالمه ديت، اسمه ما اعرفش نسيت اسمه، هو مصاج. لقيتك جاي لي في المنام، وتاني يوم الصبح نفس الليله دعيت فيها ربنا جيت لي في المنام، وتاني يوم الصبح على كلامه هو، تاني يوم الصبح لقيت فيديوهاتك قدامي، عايز اجي لك. بالنسبه للاطباء اللي بيجوا لي، الدكاتره بيجوا لي من جميع التخصصات، والله العظيم عندهم مراكز خاصه، بحييهم، بييجوا يشكروني بعد ما كان الاول فيه هجوم عليا شديد جدا، بييجوا مش مصدقين من النتائج، مبهرين. للاسف الشديد يقول لك انا مش عايز اتصور. ليه يا عم؟ احنا في اخ لينا صور معاك، دلوقتي هو في مساءله قانونيه واحتمال يتفصل من شغله، طبيب. مش كذا واحد، وفي منهم اللي جاب حجه، وفي منهم اللي كذا، وفي منهم اللي كذا، وفي منهم اللي اتفصل فعلا، والله اعلم بهذا الموضوع ده، انا ما اعرفش. طبعا انت لما يجي لك، انت بقول لك صيت الحي، انا راجل شعبي وراجل من ريف، ووالدي ووالدتي ناس فلاحين. انا ذات نفسي انا راجل فلاح، وكنت بزرع وبقلع وببني وبشتغل في كل حاجه. لو حاجه تتعبني قول انها تعبني. فانا احنا اللي ربنا ده يعني هو مش معنى مدول، انا اجزم ان انا ممكن عشان ما خدتش الشهاده عاليه، عشان ما اقولش ان الحاجات دي من عندي، هي الحاجه دي من عند الله. الناس بقى اللي بتستحسني وبتضغط عليا عشان اقول ان انا درست وان انا بحثت وان انا الفت، الناس دي جهله، الناس دي متخلفه مع علمهم الكبير قوي، يعني لدرجه ان بيجي لي ناس تعليمها عالي جدا، واخدين دكتوراه بالقانون، واخدين دكتوراه مش عارف ايه، واخدين ماجستير، واخدين مش عارف، يقول لك قول. قلت لهم عمري لا، ربنا هو اللي علمني، ربنا هو اللي فهمني، ربنا هو اللي حفظني، لا ببركه الصلاه على سيدنا محمد.
معلش، في كل ما يجي لي حد عنده خشونه يقول لها الدكتور طلب مني تغيير مفصل. كل ما يجي لي حد عنده، يعني انت عارفين الوتر ده، اقسم بالله ما في حاجه اسمها هنا وتر مقطوع ان لم يجد خلع في الكتف. وتر مقطوع هنا والله ما في، ما فيش وتر مقطوع. الم شديد لكن المنطق يقول لك وتر مقطوع. مقطوع ازاي؟ يعني ما يعني انت، انا نفسي الناس المصريين بالذات يبقى عندهم ذكاء، عندهم فطنه، عندهم تجاوب مع الفكر بتاع. يعني انت ما تلغيش فكرك ان انت ما انتش حاسس ان انت ممكن توصل لنتيجه معينه، لا خليك سارح مع فكره، مش تسرح في حاجات تانية. مع فكره انت ممكن تفكر فيها. طبعا احنا قلنا قبل كده ان البروستاتا يعني من النتائج المبهره، البواسير من النتائج. واحد جالي عنده العصعوص اسفل الظهر، وعنده الناسور او الشرخ او البواسير. ف يعني مجرد ما بنعمل له بيقوم يخش الحمام ويطلع، يعني يطلع يبوس ايدك ويبوس دماغك ويقول يا عم اسجد لربنا، انت مالك ومالي انا؟ هو انا اللي شفيتك؟ ده ربنا. طبعا الناس اللي هي عايزه تخس، انت مجرد ما تمنع السكر، اي حاجه في السكر بتخس. اشرب ميه كتير. انا بس الصبح الناس بتشوفني بفضل اشرب ميه دافيه لما ما شاء الله سبحانه وتعالى. واجي قبل المغرب بساعه بساعتين باكل الوجبه بتاعتي الرئيسيه، وممكن انام على كده، وبالليل شويه حته فاكهه ولا حاجه، مفيش حاجه بس خلاص. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم اندلسي. ضمور عضلات يا استاذ محمود، انا كان نفسي ومنع عيني 13 مليون حاله. طيب الاستاذ المصري عايش بيقول 13 مليون حاله، بس انا كنت نفسي في الاستاذ، في الكابتن المحترم انا كل يوم على قبل، بس من كتر من ضغوط الافكار عندي. مؤمن زكريا الكابتن المحترم كان نفسي يبقى شاهد عيان للعالم كله، كنت انزله الملعب. للاسف الشديد بتتصل ببعض الناس اللي هم مقربين منه، يقول لك لا يا عم ده ما اقدرش اقول له، ما اقدرش اعمل له. طب حد يقول له زوجته؟ طب ما فيش. طب ماشي، احنا نقدر نعمل حاجات كتير قوي على مستوى العالم كله. انا بقول اهوت، مجرد الست انها تمنع السكر واي حاجه، فالسكر والزوج مجرد انت بعد ما يعني انت وانت بتاخدي اهو، بتاخدي نص معلقه صغيره او معلقه صغيره اعشاب من جين القمح ساعه، من اول ما يعني من اول ما تحملي. بعد كده هنقول لكم ايه اللي يمنع الصفرة، ايه اللي يمنع ده، ايه اللي يمنع ده، حاجات كتير. طبعا الناس هتتفاجئ ان الست ديت، هو في ناس قالت لي ما تنزلش الوصفه دي، لان العيل لما يبان عليه درجه الذكاء ديت هتبقى درجه ذكاء عاليه جدا، ما فيش تخلف، ما فيش توحد، ما فيش ضمور في العضلات، ضمور في الاعصاب، ما فيش ان انت تعمل له عمليه في ظهره وهو لسه مولود. والله العظيم حصل. الواد 3 4 ايام بيعملوا عمليه في ظهره، عمليه في دماغه، عمليه مش عارف. لا انا قلت الطنين الاذن، اي حد يا دكتور صلاح، اي حد في العالم يقول لك ان علاج طنين الاذن له علاج، كذاب. له علاج واحد بس موجود للجميع، ان لم يكن هناك سكر يعمل صيام طبي 5 ايام يلاقي الطنين اختفى مدى الحياه. طنين الاذن اسبابه شده القولون، شده القولون، لان لما انت لما لا مؤاخذه ما تطلعش هواء من بقك، التقرع، التجشؤ، ده لما بتطلع انت تحمد ربنا. اوعى تتكسف قدام حد، لان بيعمل ضغط على الدماغ وضغط على الودان وضغط على ده. فانت الناس يعني زي ما كنت بتقول ايه، ما نزلش على رجل من القريتين عظيم. يعني انت اشمعنى انت؟ طب ما هو لو نزل اي واحد هتقول اشمعنى هو، انا ممكن اقول اشمعنى هو برضه. خلي بالكم، هو ربنا اختارني ان اعمل الحاجه دي. حاسه الشم بعد كورونا جيت مع ناس وناس لا، انا عملتها الناس وناس لا. الناس مستغربه ان انا بعمل حمى البحر الابيض المتوسط في نص دقيقه، المغص المستمر، تقرحات المعده، ارتجاع المريء، الحموضه الزايده، دي في نص دقيقه. طب انا ماليش دعوه، علاج الناسور في نص دقيقه. الناس اللي بتقول لي على وصفات مش فاهمه انها لازم جلسه. طيب انت بتدي علاج ليه يا استاذ محمود؟ بدي علاج عشان الحاله ما تجيليش تاني، تفضل مدى حياتها كويسه. بتدي اعشاب ليه؟ بدي اعشاب عشان ما حدش يجي دي تاني. انما انت عشان خاطر ان انا اديك، يعني الناس اللي هتيجي بعد كده ده لو اشتغلت، يعني لان الناس عذبتني كتير قوي وناس بهدلتني. يعني انت لما تعمل مثلا غضروف، يعني معلش، لما تعمل مثلا البروستاتا، احنا عملنا اكتر من 20,000 حاله، رجع منهم في ال 20,000 حاله حوالي 3 حالات بس، 3 حالات على اصابع 1 2 3 من 20,000.
يبقى انت مجرم، يبقى انت كذاب، يبقى انت ضلالي، يبقى انت نصاب، يبقى انت حرامي، يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس اللي راحت لناس بتقول انها تاني انها بتقول اتعلمت عندي او انا علمتها او انا اجازت لها بالشغل. انا مش مؤسسه ولا انا جهه حكوميه عشان اجازت لها بالشغل. الناس دي كلها كدابه، الناس دي بتضحكوش عليكم. حته بقى تحفيز الاماكن والضغط على الاماكن والكلام ده كله، وهو ما يقدرش يعمل حاجه اللي ربنا وهبها لنا الا اذا كان قاعد معايا. اذا كانت الناس اللي حوالين مني نفسها ومنع عينها تعمل اللي انا بعمله. في ناس بقى اللي رجعت الراجل بتاع المثانه ده، خلوه عمل ايه؟ الولد وامه وجوز اخته كانوا جايبين، يعني جوز اخته جايب نسيبه جاي، الولد جايب ابوه، الست جايبه جوزها وجاي، رجعوه. ولاش كلام فارغ، انت بتقول ايه؟ ده بنا، ده بتاع محاره، ده طب الحمد لله ماليش نصاب ولا حرامي. الناس ترجع يروحوا عند مثلا يتجهوا للبديل. البديل عمل كحت، دمر المثانه، نزيف في البول، دم في البول مستمر، بالونه في المثانه، ما اعرف الكلام ده كله، تحويل ميه، تحويل مسار، تركيب قسطره. والله العظيم الراجل بيقول لي انا صرفت، لما جالي تاني قال لي انا صرفت مصاريف عشان ظلمه عندك، اطلع من البلد دي. قلت له لا مش هطلع، خليني قاعد على نفسهم كده. البلد اللي فيها امي مش هسيبها، البلد اللي فيها والدتي انا مش هسيبها، لكن لقيت مكان جنبها قريب منها. الام يا جدعان طبعا كلكم عارفين قصه اويس القرني. فطبعا لما رجعوا الراجل، كميه الدعاوى اللي بيدعوها على الراجل اللي رجعهم او الناس اللي رجعتهم، والله العظيم حاجه تفوق الوصف. انا الاردن زعلان من الاردن شويه بصراحه. جالي كذا حد بقيت ارجعه، جالي كذا حد برضه يسترجاني من الاردن. ليه بقى؟ كان في واحده ست انا حكيت لكم عليها قبل كده، كان عندها سرطان تحت القبط وداخل على الثدي. ليه؟ وليه؟ انا عملت في نص دقيقه. فلها بنت عارفه، واحده بنت من المحله، اللي بنت من المحله ديت عارفه بنت تانية زوجة واحد صاحبي من بلدنا، وهقول اسمه خالد الزيات. البنت اللي من المحله ديت كرهت يعني على يعني الست بتاع الاردن دي هي خالة بنت بتدرس في مصر. فقالت لي انا اعرف واحده من المحله تعرفه، ونروح له الحكايه والروايه. من قبل ما تجيلي حشت خالتها كلام فارغ، اوعوا تعملوا، اوعوا تسووا، انت بتصدق الكلام ده؟ ما كنا رحنا له، ما كنا عملناه. طب انت ممكن ما تعرفيش. وللاسف الشديد البنت دي عند ما جت، يعني اللي هي بتاع المحله دي، بهدلتني اخر بهدله، وانا ماسك نفسي بطريقه لا يدخل عقل. انت بتعمل ايه؟ انت هتعمل لها ايه؟ انت هتحط فين؟ انت هتودي فين؟ انت لما الست دخلت الحمام في ساعتها وارتاحت، مش هي بتاع المحله دي برضو مش مصدقه. فطلعت بقى قالت لي انا بقيت كويسه، انا عايز اكمل مع الراجل ده، انا مش لاقي حاجه تحت باطي. قلت لها خد العلاج. قالت لها خلاص ما دام انت بقيتي كويسه ما تجيش العلاج والكلام ده كله. قسما بالله انا رحت لها القاهره، هي قالت لي تعالى القاهره عشان بقيت حسابي. فانا كنت رايح لحد شخصيه مهمه جدا في القاهره، رحت وخلصت ورحت حودت عليها. لقيت المقابله للاسف مش مقابله واحد ربنا وهبه شيء من عند الله للاسف، وهي من حته اسمها وادي السير او وادي السيل او ما اعرفش، من اربد ولا ما، الاردنيين كتير. لما حبت تبعت، لما بعد المقابله السخيفه بتاعت بنت اختها والكلام ده كله، نزلت من على السلم مش شايف قدامي. لما انت في بلدي وبتعملي فيها كده، والاردنيين طالبين نروح لهم هناك، يعني واحد اردني قسما بالله قسما بالله متفق معايا على الرقم اللي انا عايزه بالاردني وبالدينار الاردني. قلت له لا ينوبك صافي. طب انا عندي النهارده واحد صاحبي جالي من المانيا، هو راجل ما شاء الله كان شغال في الموبيليا في دمياط، وربنا فتح عليه في المانيا، والناس كمل. يعني انا حتى كان بعت لي وجبه سمك ما عجبتنيش، لقيته جاي لي هو والعيله كلها. هو جاء من في المانيا على القاهره على بلدي على هي عليا هنا بتاع. فانا مش في البلد، وانا كده كده مسافر اصلا، نازل بكره من مكاني رايح مكان تاني. والله العظيم برضو من المكان التاني شخص حبيبي قوي حجز لي في حاجه كبيره قوي ما شاء الله الحمد لله. يعني انا بس عيب ما اعرفش انزل مكاني كتير، ببص الاقي نفسي عارف، الناس عارفاني في كل حته. ف
يعني حتى في الفسحه ما اعرفش اتفسح، ما بعرفش اخرج مع بنتي، وحشاني، وبنتي حاسه ان خلاص ملهاش اب، فبقعد معاها اكتر فتره ممكن قعدت بتنكرني من كتر ضغطي، والناس ما عندهاش رحمه. يعني احنا بنعمل ده كله للناس والناس اصلا مش فاهمه. اتخنقت، اتخنقت بمعنى كلمه اتخنقت، انك تشتغل في وسط ناس مش مقدرين ان ربنا مديهولك، لا مش مقدرين ان انت عندك ضمير، ان انت بتمنع عنهم بلاوي، بتمنع عنهم. اقول لك ايه، وقسما بالله ورب الكعبه الناس دي بنضحك عليها ضحك باسم الاشاعه بتقول وما اعرفش ايه وتربات تاتو، والله العظيم اقسم بالله بيتنصب عليهم نصب. انا هقابل ربنا يوم القيامه والله العظيم، وبيدفعوا دفع حاجه. اقول لكم ايه، الناس اللي بتجيلي مشلوله من العمليات، يعني ناس، انا بجيلي ناس للاسف عندهم دين وعندهم تقوى من السعوديه، ناس شعب متميز جدا في الفهم وفي العقل، انما اللي انت في وسطهم هنا عايزين يطفشوك، وفي نفس الوقت جاي لك 1000 دعوه من كذا مكان في العالم. يعني انا والله العظيم جات لي دعوه من وزاره الصحه اليابانيه، والدعوه دي موجوده عندي. حصل ظروف ما خلتنيش اسافر، يعني في بعض الاشخاص اللي كانوا حوالين مني بدل ما اخد بنت مراته وبنتي قال لك لا انا هروح انا وابني معاه، هو صاحبي، يعني هو خايف عليا البتاع الحق ما اعرفش. ف لما اشترطت ان بنتي ومراته يكونوا معايا، فالدعوه اتاجلت شويه، وبعدين اتكتب الاسم بنت غلط، فربنا سبحانه وتعالى ما ارادش ان انا اسافر، وفضلت هنا حتى انا بعد كده رفضت ان انا اروح هنا ولا هنا. الناس اللي هم في السعوديه مسميني معجزه تمشي على وجه الارض. الكويت يعني ناس من الكويت، ناس من الامارات، ناس من البحرين، ناس من قطر، ناس من السعوديه، باعتين لك من كل حته، باعتين لك تروح وكارت بلانش اللي انت عايزه. الموضوع مش موضوع فلوس. تعال يا مصطفى، مش قصه احنا، يعني انت مش هسيب امي، يعني انت كان فيه اللهم صل على النبي بعض الحاجات اللي هي البيئة حتى مش مساعداني، الوضع اللي انا فيه مش مساعدني ان انا اطلع كل حاجة. انا مش عايز ابص على اسئلة والكلام ده كله. توفيق ربنا سبحانه وتعالى كبير قوي. يعني احنا في ناس حتى لما بنعمل لواحد، يعني لما عملنا السمع في نص دقيقة، النظر في نص دقيقة، الانف، الحساسية الانفية والغضروف الانف والحاجز الانفي وفي نص دقيقة، وحساسية صدرية في نص دقيقة. يعني في ناس، معلش اهيب بالاخوة السعوديين لو سامعيني بالله عليكم، ما فيش اي دكتور خارج السعودية يضحك عليكم. تبص تلاقي عنده مشاكل بسيطة في الدماغ، يقول له انت عندك ورم في الدماغ، يعمل له عملية يشيله ان ما شلوش تلاقي الراجل لا عارف يمشي ولا عارف يقف ولا عارف يتكلم. ده يرضي ربنا؟ الاخوة السعوديين يعني حتى بقول لك خليك كيس فطن. انت شفت واحد عمل عملية لقيتها ناجحة، خلاص بقى لا الهندي ولا الباكستاني ولا البنجالي ولا اي حد يضحك عليه. كذلك الموضوع في الكويت، كذلك الاخوه اليمنيين اللي بيقولوا لي عاملين عمليات كبيره عند هنود وعند دي وده وعند ده. الناس اللي سافرت المانيا وجت لي من السعوديه، ناس سعوديين سافروا المانيا وكانوا يعملوا عمليات في المانيا، ناس وريتهم بعتت لهم الحاجات، راحوا راجعين جايين عليا لقوا نتائج فوق، يعني فوق المنطق، فوق الوصف. انا يعني ده بتوفيق ربنا. فاحنا قلنا هوت اذكى اطفال في العالم هتبقى الاطفال المصريه باذن الله تعالى. انا قلت الوصف على الملأ لان ما حدش معبرني في مصر، ما فيش جهه معينه قالت لي تعالى نستفاد من خبرتك من علمك في الكلام ده كله. بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني اللي احنا بندرسه علاج طبيعي بقالنا سنين بنعمله في ثواني. طنين الاذن، قلنا طنين الاذن قبل كده. طنين الاذن قبل كده قلنا صيام طبي 3 ايام او 5 ايام بيختفي مدى الحياه. صيام طبي، عيش على الميه 5 ايام، اشرب كل يوم 3 لتر ميه، هتبقى زي الفل. مش ما بردش على حد يا استاذ حسام، انا غصب عني ارد على مين ولا مين يا عم؟ انت عارف الواتس لما بفتحه بنجعز، الواتس بيبقى لها يعني في اليوم الواحد بيقول لك 30,000 رساله انت ولا اسمه ايه بتاع اقول لك ايه بس.
اللي بتمنع السفر حاجة اسمها اسمها اللي بتمنع السفر اسمها ايه؟ نسيت اسمها. مش مضاد فيروس، اسمه اجسام مضاده. اجسام مضاده موجود يا حبيبي العلاج ان شاء الله. الضمور موجود بفضل المولى عز وجل. ما اقدرش اقول على العنوان، ولا عايز حد يجي لي. انا في اجازه، في اجازه الى ما شاء الله، الا لما تلاقوني طلعت بس مباشر بقول انا هشتغل. ليه؟ انا زهقت من الناس بتطلع شكر ربنا، وتلاقي حد بيشتم فيك ويذم فيك، وتلاقي ولاد بلدك، يعني ولاد بلدك اللي انت، يعني انا عندي استعداد ما اشتغلش في البلد خالص، خلاص انتهت الحمد لله، عشان يرتاحوا بس شويه. اصل الراجل بنا ازاي يبقى كده؟ ازاي كان راجل في وسطنا كده؟ يعني انا عمري في حياتي ما اتذليت لحد. علاج موضوع الشم، قلت لحضرتك يا استاذه ليلى، انا بيجي مع ناس وناس لا. يعني في ساعتها ناس بتشم وفي ناس ما بتشمش. لا، اللي انا بعمله ربنا هو اللي بيوفق. لكن الحاجه اللي انا هقول لك على الحاجه اللي بجيبها في نص دقيقه وبديها علاج وتبقى ماشيه زي الفل مدى الحياه: خشونه في الركبه، وتر اكيلس، الشوكه العظميه، الغضروف الهلالي، الرباط الصليبي، تسليك العصب، الظهر، مفصلين الفخذ، تسليك العصب اللي هو بتاع الايدين، عظمه التنس، الرزغ ده بيفكك من ايدك او مش فاكك، او هنعمل له لحام او هنركب له ما هو التنميل. ايدك ديت هيركبوا لها شريحه، لا ده مسمارين، ده هنثبت، ده هنعمل ترابات تاتو. البروستاتا في نص دقيقه، المثانه في نص دقيقه، المعده في نص دقيقه، سرطان المعده بنص دقيقه، سرطان المعده بفضل الله. اعمل لك ايه يعني؟ الوتر المقطوع اللي هو بيسموه وتر مقطوع. السمع، النظر، الشم، قصدي غضروف الانف، حاجز الانف، حساسيه الانف، حساسيه الصدر، صداع مستمر، الم في الدماغ، سرطان زي ما بيقولوا عليه سرطان في الدماغ والكلام ده كله. اعراض العمليات بتاع اللي في الدماغ بالذات لا يتخيلها عقل ولا منطق. ماليش دعوه بالسلبيه، بالناس السلبيه، انت ما تعرفش اللي فيها. اما بتيجي عربيه تقف جنب جاري او جنب حد مشوهم، انتوا جايين لمين؟ وجاري اللي انا عمري ما اسأت له في يوم من الايام، وانا كبير وانا صغير، ولا وانا بنا، ولا وانا صياد، ولا الكلام ده كله، ولا وانا فلاح، عمري ما اذيته. بالعكس، ما شافوش الا كله يخلوا خير. امشي يا عم ايه الحقد والغل ده؟ علاج الدهون الكوليسترول موجود، علاج الدهون الكبد موجود، علاج ضعف عضله القلب موجود، علاج تفتيح الشرايين موجود، علاج من الحق. في حد يقول لك ايه؟ الدم مش واصل للساق، الدم مش واصل للساق، هي الايد مرفوعه كده، الدم بيبقى ضعيف فوق، الرجل بقى اللي تحت نازله دي والقلب نازل عليها كده، الدم مش واصل. يقول لك انا اعمل لك دعامه ونركب لك انبوبه والتنميل الناس بتيجي عندها تنميل من جميع انحاء العالم، بيخرج مسافه ثواني ما عندوش تنميل في رجليه طوالي، حرقان في المشط القدم من تحت خالص، الصداع النصف في نص دقيقه من تحت خالص، الغده الدرقيه في نص دقيقه. ما انتوا لسه نذاكر يعني. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. في بعض الحالات يعني انت لما يجي لك مثلا 500 حاله في الشهر، ويرجع منهم حاله ولا اتنين عايزين اعاده، ده بسبب ان هو ما خدش اعشاب برضه. الكلى علاجها سهل باذن الله تعالى، الكلى علاجها سهل باذن الله تعالى. الناس اقول لكم ايه، عند مش قادر اقولها، يعني مش قادر اقول الناس اللي ماشيه بعصيان، خليها عصيان، والناس اللي ماشيه مش عايز اقولها بقى عشان المصانع دي برضه بتاكل عيش. الناس اللي بترجع السعوديين، يعني انا كان قاعد واحد قصاد مني، الراجل بتاعي قال لي راجل جاي واتفقت معاه وعنده بلاوي، لو راح الهند هيصرف قد المبلغ، قد حق الاعشاب اللي انا اديها له، هيصرف قدها اكتر من 100 مره. وسمع كلام الراجل اللي هو اصلا ما بفكش الخط ولا بيعرف يقرا ولا يكتب، ورجعه كلام سليم، والاخر بيتصل عشان يجي تاني. اقسمنا بالله بعد ما شافوه عرفوه، ما هو اللي بنشوفه ونعرفه خلاص،
انت جاي ليه؟ تيجي بعد شهر بعد سنه هترجع تاني. والله العظيم في سعوديين بكوا وعيطوا ولطموا، قعدوا على الارض وتوسلوا بالحج، جابوا امي جابوا دي، اقول لهم والله ابدا. اللي رجعك يجي يبوس ايدي، اللي رجعك تاني وقال لك الراجل ده نصاب تجيبه يبوس ايدي. للاسف واحد منهم اتعرف، راح له وعرض عليه فلوس ان يجي يقول لي انا اسف. قال له لا، شفت كرامته؟ انت راجل مالكش كرامه عشان تسمع كلام واحد هايف، واحد مخه تعبان. هو انت مفكر انا لو قلت انا شغال انت تعرف تخش عندي؟ ده انا بقول انا مش شغال عشان اخف الضغط بس. والله العظيم اقسم بالله انا مش شغال اليومين دول خالص. انا مش شغال لا من بره مصر ولا من جوه مصر. ليه؟ اتبهدلنا اتبهدلنا مع الناس. عشان يا راجل ده الواحد يبقى داخل عندي تبص تلاقيه متشنج. ليه؟ داخل واحد مكلمه بره، جايب امه جايب اخته جايب قريبه جايب ابوه جايب اي حد جايب صاحبه، انت هتعمل ايه؟ خد يا عم وروح. الناس تسكت في الراجل ده، حتى الراجل اللي جاي يعني تعبان ما هو مش حاسس بيه. اقسم بالله ما هو حاسس بيه، مش حاسس بتعبه وكميه المعاناه. يلا يا عم هو دي مقابله، هو ما هو الضغوط اللي عليا. هقابلك وحش زي ما انت جاي وحش. اقنع الراجل اللي معاه اللي هو جاي اصلا بس سنيده، اللي هو جاي كده، اقنعه ان احنا ناس وحشين وناس نصابين. طب خلاص، لما نروح للناس اللي مصدقانا اللي هم عرب او كاني او القاهره، اقول لك شوف بروح للي عنده فلوس. لا ما انت اللي مش راضي بيا. طب انا اعمل لك ايه يعني؟ طب خلاص يا سيدي، لا انت ولا هم مش عايزين نشتغل، مش عايزين شغل. احنا ربنا ادانا علم. انا بقول لك اهو بفضل المولى عز وجل على اللي انا شفته مش موجود على كوكب الارض. على اللي انا شفته، على الناس اللي جت لي وقالت لي وحكت لي. اصل انا جاي ناس من السعوديه ومن الكويت ومن البحرين ومن الامارات وقطر، راحوا شرق اسيا كله، هم اللي بيجوا يقولوا لي، ولا اقسم بالله رحنا ما شفنا العلاج بتاعك ده وفي ثواني والنتيجه دي. الحاجه الثانيه، جالي ناس تقيله جدا في الدول ديت. يعني انا جالي واحد تركي قال لي يا راجل انا رحت المانيا ورحت فرنسا ورحت انجلترا، كله عمليات عمليات عمليات، والدكتور تخش عليه النظام والبرستيج حاجه تانية، وكل حاجه واقفه قدامك بالزراير بالكلام. يا راجل ده بيكلموا الباب يفتح، في جهاز كده صغير على الباب يكلموه اليسكا يفتح. ما شفناش العلاج ده عند اي حد. احنا بنقول لك انت معجزه تمشي على وجه الارض، برضه مش من عندي، من عند الله. اللي مش عاجبكم ان هو من عند الله خلاص. ما انتوا نفسكم ان انا اطلعوا لي انا درست وانا لا 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 لا. انسى الكلام ده خالص، انسى. انت لو مين انت وربنا اداك واحده من دي بس، هتطلع تقول انا ما فيش بعدي، هتطلع تقول انا ما اقدرش اقول كلمه قارون انما اوتيتوه على علم عندي. لا لا لا، ده قارون ده كافر. فده من عند الله. لا يوجد تفسير للحاله اللي انا فيها الا الله سبحانه وتعالى. ان انا اعرف البواسير بس او الناسور بيتعمل منين، او الباسور او الشرخ بيتعمل منين، وفي نفس الدقيقه تخش الحمام وتطلع ما تلاقيش حاجه. لا لا لا، سيبك من الهبل ده. لا لا، ورب الكعبه لو قلت علم عندي انت بتصدقوني؟ ما تصدقونيش، ده من عند الله. لا يوجد شيء تفسير واحد للحاله اللي انا فيها الا هو المولى عز وجل. فدايما عايزك تفتكر كلمه واحده، وما ذلك على الله بعزيز. يعني واحده جايه تغير صمام اعمل لها في نص دقيقه تلاقي نفسها بقت كويسه. وديها الاعشاب تجي لي بعد شهر جايبه قرايبها وجايبه جيرانها، جايبه ناس من بلدها، جايبه صحباتها وجايبه. للاسف الشديد احنا ما عدناش بننزل ارقام تليفونات الناس، لان الناس بيقول لي بالله عليك شيل الفيديو انا هرمي الشريحه. من جميع انحاء العالم بتصل عليهم. دوال الخصه ماليش فيه، دوال الخصه ماليش فيه، ولو كان عشان خلفه ما تعملهاش. واللي يقول لك انت ما بتخلفش يقول لك هاخد عينه من الخصيه، والله العظيم عايز اقولها لك، لان انا بتبهدل بتاع. واحد بيقول لك السبوبه سبوبه اعشاب. طيب حاضر يا سيدي، فين بقى هو راح فين؟ راح فين؟ هاني الفقي تعال يا حبيبي، يلا يا اخو السلام، هلا والشفا. اعشاب فان كنا احنا ماشيين مع النظام العالمي في العلاج،
بالكيميكال. انا نفسي بتعالج ساعات كيميكال. عايزين نمشي، احنا عايزين نمشي الاعشاب دي مع ده يشغل ده، والناس اللي هي العطارين والعشابين ياخدوا حقهم شويه بس. يعني ايه؟ سيبوا، عملوا وصفه جابت نتيجه جابت، ما جابتش ما بتضرش. عامله زي الكمون والكراميه، وازيك يا استاذ رضا، هو الكمون والكراويه والبقدونس والكرفس والخس والجلوين والبصل والثوم والجزر والحاجات دي كلها، والشبت والكزبره، مش دي اعشاب؟ احنا هنوزع بقى ده اعشاب، ده مش اعشاب؟ ما الكرفس اعشاب، البقدونس اعشاب، الكراوي اعشاب، الاعشاب كتير. الكمون، الكرفس، الكراويه، البقدونس، الحلبة، كل ده اعشاب. زيت حبة البركة اعشاب. معلش في ناس بتيجي، انت علاج سرطان الدم ماليش فيه، قول لي الاعراض وانا اقول لك هو ده سرطان دم ولا لا. لان جالي حالات بتقول انها عندها سرطان في الدم، ما هوش سرطان في الدم، وبتبقى كويسه معايا الحمد لله. ما انا لسه بتكلم في اول فيديو على مؤمن زكريا، ربنا يشفيه يا رب، ربنا يشفيه. انا بحب الشخص ده لانه متعنا برضه كتير بالكوره وكان سبب في يوم من الايام في فرحتنا ان هو بيهدف او بيباصي او السبرنتات بتاعته، او واخد مكان معين بتبص تلاقي الملعب وشكل الملعب وجمال الملعب بسبب اخده الاماكن ديت جميل. مؤمن زكريا ربنا يشفيه يا رب. فانا موجود وكل حاجه، بس ما عادش ليا نفس الشغل بسبب الناس اللي هي جحده. يعني وربنا جحده يا جدعان. ده انا زوجتي اتعطلت شهادتها بسببي، انت عايزين ايه تاني؟ يقول زوجتي انا اتعطلت شهادتها بسبب ان هي مرات محمود البحراوي. في نفس الوقت في المكان اللي هي فيه، والله العظيم يعني مش عايز اقول لكم، بنت دكتور فجأة بودرة قادر وهي شايلة بلاوي في الدور الناجحة. يلا ربنا موجود ان شاء الله. وكلمنا ناس محترمين قالوا لا ما فيش حاجه وما فيش مشكله وما تزعلش، ده يمكن بس عشان اتاخرت شويه بسبب زواجها او حاجه زي كده، احنا هنعمل لك اللازم وتحت امرك. طب خلاص ما فيش مشكله. الحبل الشوكي او القناه العصبيه او الضفيره العصبيه او اختناق العصب زي ما تسمي، تنميل تحت شديد وحرقان في الرجل لدرجه ان انت بتيجي في الشتاء في عز التلج ما بتخطيش رجلك، كل ده في دقيقه بفضل الله عز وجل. فاحنا في حاجات كتير انا مش قادر، امراض ما اعرفش اذكرها دلوقتي، مش قادر اذكرها كلها، بس كله بنعمله في نفس الوقت. طبعا الناس اللي زعلت مني ان انا ما قابلتهاش، انا خدت عهد على نفسي اي حد هيكلمك في البلد وهنعرفك هترجع وتيجي تاني، هتلاقي واحد جارك او واحد قريبك او اتصلت بحد قال لك انا بقى كويس ما تسمعش كلام الناس اللي في البلد، والله ما انت داخل عندي تاني، بحلف بالله على هون بس مباشر ابدا. روح، الدنيا مفتوحه قدام منك. الناس عندنا عباقره في مصر، اطباء عباقره في كل المجالات وفي كل شيء. عايز اقول بقى حاجه للترجيع المستمر لله، الترجيع المستمر لله. طبعا يعني انت مش عايزك تسمع كلام محمود البحراوي ولا محمد جود عواد ولا دكتور كريم علي ولا اسمع كلام ربنا. ربنا بيقول ايه؟ وان تصوموا خير لكم، وسيدنا النبي بيقول صوموا تصحوا. انا هقول لك حاجه لبنتك اللي عماله ترجع حتى لو شربت ميه ما شربش وبطنها وارتجاع خلاص هتموت وعلى الحروق ما انتش لاقي لها حل، ومناظير وتربتتو واشعاعات وتحاليل واللي عارف المور بطارخ؟ هات منه 100 جنيه بس، وخد حته قد الحمصه الصبح وبالليل ابلعها، تاني يوم هتلاقي الموضوع ده اختفى تماما بفضل الله. بفضل من؟ الله. تاني يوم تاني يوم هتاكل وما فيش اي حاجه. اي حد، انا جالي حالات بتشرب ميه اقسم بالله بتشرب ميه بترجع اي حاجه برجعها. لا خد من مر بطارخ بس حد يكون عشاب اللي جابهولك،
مش تروح تجيب واحد بتاع عطاره كويس. المر بطارخ ده لو اتوزن بتقوله ذهب، والله العظيم اقسم بالله لا يقدر بمال. المر بطارخ حط حته قد الحمصه الصبح وبالليل قبل الفطار والعشاء بنص ساعه، تاني يوم تلاقي نفسك بتاكل زي الجن، مفيش اي حاجه والله العظيم. في عندنا بوربوليس مصري بيبقى غامق شويه، هو حسب العشبه يعني في ناس حسب الاعشاب اللي بتغذى عليها النحل. بيبقى في ناس بيبقى في فاتح، الفاتح افضل، الفاتح افضل. سرطان الكبد في نص دقيقه، طبعا انت مش هتصدق دي مش بقول لك من عند الله، ماليش فيه والله العظيم. سرطان الكبد الناس اللي جت عندي بتعالج سرطان الكبد فائت. طب انا بقى في بقى واحد بقى عامل فزلوك، واد بقى جاي من بره مشحون، بروح سايب له ناحيه المراره وهو مش واخد باله، اخليه يجي لي تاني. انا بعمل كده مع الراجل اللي مش معتقد ان ربنا هيجعلني سبب في الشفاء، اللي هو مشحون جاي من بره مشحون، اللي باين عليه ان واد فزلوك، ان واد متعلم. لا وساعات بقى يجي لك ويخش لك واحد ايه بقى واصل عارف فلان ولا عارف علان، يبص يلاقي نفسه انطرد بره. ما انت مش اقوى مني لان ربنا معايا. انت جاي عارف نفسك مين، ان شاء الله تكون مين، ان شاء الله تكون مين، ربنا معايا. فبنقوم مطلعينه هان يطلع يستنى دوره زي احد. ما عدا اصحابي طبعا، في ناس بتبقى اصحابي فعلا وناس مش بتوع منفعه ومش ناس. في ناس جت لي من اسوان على المكان اللي انا فيه، عارفين قيمه محمود البحراوي، اقسم بالله جايب مراته راح تغير مفصل ورايح ناس واصله وناس ماليه وناس ربنا كريمها وعطيها. ممكن يروح المانيا غير مفصل ويجي. جالي المكان اللي انا فيه، عملت له تحت، لقيت اداره الفندق بتكلمني، يا استاذ محمود البحراوي ليك حد تحت مستنيك. حاضر نطلعه لك فوق. لا يا فندم، احترام، مع مش كل من هب ودب يطلع لي هتلاقي الفندق بقى ربخانه. الراجل اللي حاجز لي حتى في الفندق هنا لما بيكلم الفندق بيقول لهم ده مين. هو كمان شخصيه كبيره، فالفندق حابب ان هو يستضيف محمود البحراوي عشان خاطر الشخصيه دي كمان. ولما بيعرفوني تبص تلاقي مثلا بيستضيفني في بيته والكلام ده كله. لما رحت المطروح من حوالي 6 سنين، والله العظيم مش عايز اقول من اللي استضافني يعني، المهم علينا. بشكر الحاج راتب طاهر كمان بالمناسبه، اخويا الكبير اللي هو مش سلوم. ربنا يديك الصحه وربنا ما يخليك ليا يا كبير وما يحرمنيش منك يا رب، الوطن الشريف. الحاجه الثانيه كمان، لما حد بيجي جالي من اسوان ولقى الست مشيت وطلعت السلم، بتقول له هنزل في الاسانسير، اللي انزلي من على السلم. نزل من على السلم، انا عايز اشوف الراجل ده اللي العالم كله بيجري وراه بدور عليه، ده ايه ده، في ايه؟ نزل على السلم وطلع التاني، قال لي لا والله تستحق. انت ايه؟ قالت له كويسه. قال لها قالت له والله ما في شيء، حتى الطقطقه راحت، الطقطقه بتاعت رجلي كمان راحت. فاللي انا فيه من عند الله، انا ما اتعلمتش عند حد ولا حد علمني غير الملك سبحانه وتعالى، لا يوجد غير ذلك. ربنا فهمني. طبعا مش يعني لما اتسالت في جهه معينه وكان ظابط محترم نفسني يقول لي يا محمود ايه اللي من عند الله يعني، اقول له نزل عليك الوحي، ما تقول لي يا عم حاجه نعرف نكتبها يا عم احنا مصدقين كنت راجل محترم، والله العظيم من عند الله. طب اعمل لك ايه؟ ابتدت معايا ان انا كنت عملت كذا وكذا 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 وكذا، لقيت الموضوع سهل ولقيت ان بيجيب نتيجه، فقلت لا يمكن عاديه. انما قصتي الحقيقيه قليل جدا اللي يعرفها. قصتي الحقيقيه كان جالي واحده من طنطا يقال انها شيخ صباح، جت لي البيت ولامي وقالت لها عايزه محمود اللي هنا، وحصل حاجه كده كنت انا عندي ساعتها 15 سنه، انا النهارده عندي كام و50 سنه. بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. انا كنت هنا قرع خالص، فعملت حاجه ليا ان شاء الله. الناس اللي كانت صلع بس ما كنتش عدت ال 40 سنه، الناس اللي عندها صلع بس ما كنتش عدت ال 40 سنه، الحمد لله طورت العلاج وبقيت حاجه ثانيه خالص بفضل الله تعالى. طورت التركيبه وبقت في برطمانين 2. انت حتى بيشيلوا الدهون الثلاثيه والكوليسترول، وبيشيلوا دهون كبد، وبيشيلوا مشاكل المعده مدى الحياه، وبيشيلوا مشاكل الجهاز الهضمي كله بفضل الله تعالى. فانا ما عنديش شركه شحن،
اللي عايز يجي ياخد الحاجه ديت هيتعب شويه، بس هيجي يلاقي مسافه شهرين شعره كله نبت وطلع. عايز يكرر الجلعه مفيش مشكله، خلاص استكفى بقى زي الفل. طبعا ده كله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ده توفيق ربنا. في ناس ده واحد زي ابو عمر بيقسم بالله. طيب ماشي يا سيدي، انت بتقسم بالله، انا مصدقك. لازم يا جماعه، انا مش ملك مرسل. انا جالي على مدار 10 سنين حالات لا حصر لها. وارد يجي في الحالات دي 10 بين سنين 20. وارد ان واحد ما يحلفوش ربنا الحظ معايا. لما بلاقي نفسي اقول له مالكش، ما بكسف اقول له مالكش علاج عندي، اقول له خد الرقم ده روح في الحته الفلانيه عند فلان عند فلان كده. مش يعني مش عايز اقولها بس عشان مش حرام، عشان الناس اللي بتدعم. اول حاجه التركيبه بتاعت الشعر ديت بتشيل كل مشاكل الجهاز الهضمي ايا كانت. بتشيل كل قرح الجهاز الهضمي، بتشيل اي نزيف من البطن، بتنبت شعرك ايا كان سبب الصلع. هتقول لي وراثي، اقول لك كمان بتطلع من عند الله يا اخي، توفيق ربنا. فبس انا ما عنديش شركه شحن. لو في شركه شحن تتصل بيا تقول لي احنا هنورد لك حاجتك، ما فيش مشكله. انا اسف طولت عليكم. فكل ست، كل بنت من ليله الدخله، كل بنت اتجوزت او هتتجوز، لا بعد ليله الدخله تمنع السكر تماما واي حاجه فيها سكر. السكر بيسد الانابيب. يعني انتوا حافظوا على اولادكم من اول 10 سنين ان هم السكر والحلويات الكتير ممنوع، ولو منعتوها احسن. الراجل اللي عايز يخس، الست اللي عايزه تخس، كل مشاكل القلب والشرايين ودهون الكبد والقولون والسرطانات سبب اكل السكر والحلويات. واحد يقول لي السجاير، اقول له السجاير يا مهاف، السجاير يا هلا، السجاير يا هلا. الرئتين تتجدد بالاوعيه الدمويه بس اللي هي عندي، تتجدد من اول وجديد كأن مفيش حاجه. السجاير يا هلا ده علبه، ده كرتونه سجاير بمعلقه سكر. كرتونه فيها كام قاروصه سجاير؟ القاروصه فيها 10 علب سجاير بمعلقه سكر واحده تاخدها، جهاز المناعه ينزل الارض على طول فورا. انا اسف اذا كنت طولت عليكم. ان النصر والعصعوص لهم حل في دقيقه واحده ان شاء الله. الشلل النصف لو رجل بيحس برجله تحت امرك. القناه وسيناء. انا المنتج ده معجزه. لو اي حد، انا جربته على ناس والله العظيم مش مصدقين. لا طورته كمان بعد ما كانش بيجيب نتيجه نص نص 50%، دلوقتي بفضل المولى عز وجل، بفضل الله بفضل الله بفضل الله. النتيجه بقت اكتر من 95%، اكتر والله من 95% بفضل الله تعالى. اللهم صل. تليف الرئه. هو يا استاذ حسن السماعي، هو على جهاز تنفس بياخد اكسجين، ولا تليف رئه عرضي وبيمشي عادي، او بيمشي منهج، او ما بيقدرش يكمل 10 متر؟ دي كل دي حاجات لازم استفسر عنها. لازم اما اكون شغال يبقى تعالى لي، ومحدش يقول لي انا بتصل محدش برد فانا جيت. انزل لي والله لما تحلم. محدش رد عليك ما تجيش. كسل البنكرياس. بص يا جماعه صلوا على النبي. الراجل اللي هو الاستاذ اللي اتكلم عن كسل البنكرياس دي، كل اغلب اشاعات اللي بتقول ان في سرطان في البنكرياس غير، يعني لم يمارس فيها الدقه بالشكل الكامل. سرطان البنكرياس اعراضه ان هو في مغص مستمر، مغص شديد بعمله في نص دقيقه، يعني والموضوع بيروح، يبقى مفيش سرطان في البنكرياس. الراجل يجي لي وجايب ناس تانية انا قلت سرطان الدم، الغده الدرقيه في نص دقيقه يا استاذه رشا. التوحد بياخد 40 يوم. انا كان الراجل قال لي ايه، ففي حاجات تانية حد قال عليها كده مش عارف، مش يعني ايه. ما سبتش الناس اللي بتحبني والله العظيم، ما سبتهم. انا في ناس عدوة نفسها وعدوة ان غيرها يستنفع. يا جدع انا جاي لي واحد راجل جايب ابن بنته هو ومراته، جايبين يعني الولد اللي جاي ده، دي ست وده سيده، او جدته وجدها، يعني الولد حفيد، جايين قمه السفاله وقله الادب والاجرام، وهايين عليهم يضربوني ويعملوا معايا الغلط
وانت عارف ده ابن مين، ده مش عارف مين ده، لا وماله على دماغنا من فوق، بس والله ما انا اعمل له حاجه. وصعب عليا الولد لان جاي معاه مجرمين، اقسم بالله مجرمين، ده مش جد وجده، دول مجرمين. الولد صعب عليا وهو ماشي، قلت لهم والله ما انا بديله حاجه. ليه؟ لو اديت له علاج انا عارف ان اللي هناك في البيت ايه، انتوا اللي جايبينه ده، انتوا جايبينه من عند مين؟ انتوا اعشاب، ده اعشاب، ده مش عارف ايه. ولو شربت البرطمان كله قدامهم يقول لك لا ما... فجاي معاه ناس، انت عارف ده ابن مين، ده ماسك مش عارف ايه، ده اللي ايه. ف اقول لهم طب خلاص مش علاج عندي، يلا مع السلامه. مش خارجين ان شاء الله، ما خرجت، خليك قاعد تضيف عندي اشرب كوبايه الشاي بتاعتك. ولو كلمت الناس اللي معايا يطلعوهم هيطلعوهم، بس ما بحبش اهين حد. الراجل جاي انت فكر انك انت غلبان او انت جاي يقدر يعمل، لا ما فيش الكلام ده. احنا كمان ناس محترمين. سرطان المستقيم انا جالي اكتر ناس عندها سرطان مستقيم قطر والكويت، وربنا وفقني الحمد لله. سرطان المستقيم اوعى يشيل لك جزء او يشيل لك المستقيم، هتلبس ممرز مدى حياتك. اصبر وهتلاقي حل. سرطان المستقيم بنعمله في دقيقه وتخش الحمام تلاقي الدنيا بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عايز اقول لكم كلمه اخيره، اما تلاقي حاجه صعبه قوي وعايز تحققها قول وما ذلك على الله بعزيز. ده ربنا كبير قوي وحنين والله العظيم. فقد السمع عند الطفل، انا بعمل السمع للاطفال وربنا بيكرمهم. فدايما نقول وما ذلك على الله بعزيز. اي واحد عايز تخلف، اي واحد ربنا ما رزقوش بولاد، عايز ربنا يطعمك، اقرا سوره مريم، ذاكر سوره مريم كده، في اول كلامها كده تقول الراجل ده صح. ليه؟ كان سيدنا زكريا كان كبر وزوجته كانت عقيم وربنا اداهم. ده المشكله ان بعد ما اداله هو اللي طلب يعمله ازاي؟ ان يكون له غلام، قال له كذلك خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. وحدوا الله واستغفروا ربكم، الاستغفار جميل. سيبك من ان انت تقعد ترقص وتتمايص وتسمع اغاني والكلام الفارغ ده، والله العظيم حرام، والله حرام. ده هو بقول اختصارا، بقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون وخزائن الله لا تنفذ في اي شيء. خزائن صحه ومال وعقل كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل حاجه عند الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.